السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. فيديو جديد في قناة عالم ملك. نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هنعمل النهاردة أكلة سهلة وبسيطة واقتصادية وموفرة ومغذية جدا جدا. الأكلة بتاعتنا دي هنعملها بالبشاميل. زي ما انتم شايفين هنعمل مكرونة بالبشاميل بس بطريقة مختلفة جدا جدا، وما فيهاش ولا لحوم ولا فراخ ولا اي حاجة، يعني هي اقتصادية ومغذية. يلا بينا بقى ايه ندخل في الفيديو بتاعنا ونشوف مقاديرنا ونشوف طريقتنا. بس قبل ما ندخل في الفيديو بتاعنا لايك وشير وسبسكرايب لقناة عالم ملك. زي ما انتم شايفين معايا المكرونه هنا انا سلقاها. المكرونه دي مكرونه قواقع، اي نوع مكرونه بقى تحبي ان انت تعملي بيه. ومعايا هنا بسله انا كنت مفرزناها في الفريزر، ومعايا هنا جزر، ومعايا فاصوليا خضراء كنت مفرزناها برضو، ومعايا هنا نص كيلو من اللبن، حطيت عليه نص كيلو من الميه. يعني البشاميل بتاعنا النهارده اقتصادي وخفيف، وهنعمل كله على الني، مش هحمر بقى الدقيق ولا اي حاجه. بصوا البشاميل بتاعنا دوت هيكون مختلف شوية، هنعمله كله ني في ني كده على بعضه. طيب أنا معايا المقادير هنا إيه؟ معايا نص كيلو من اللبن أو الحليب عليه نص كيلو من المية. يعني مثلا لو أنت حاطة كوبايتين من الحليب هتحطي قصادهم كوبايتين من المية. طيب انا لو مش حابه احط ميه هستبدل الميه دي بشوربه، لو عندي شوربه شايلاها في الفريزر او سلقه لحمه وعندي شوربه، يعني ايا كانت المتواجد عندك يعني. فانا هحط مكعب مرقه دجاج عشان خاطر دي بديل للشوربه، يعني مرقه الدجاج بديله للشوربه. تمام كده، يبقى معايا هنا نص كيلو من الحليب او اللبن، عليه نص كيلو من الميه، عليه كوبايه من الدقيق، عليه مكعب مرقه دجاج. وهنروح بيهم على البوتاجاز اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده، ونفضل نقلب فيها كويس جدا. وعايزه اقول لكم اللي لازق في المعلقه دي هي الزبده، لسه ما ساحتش. وطبعا الماده الدهنيه اللي انت حابه تحطيها تحطيها، تحطي زبده بقى، تحطي سمنه، تحطي زيت ذره لو حابه برضو مفيش مشكله. فيعني دي حاجه بتاعتك انت. اهو ابتدى يغلي اهو معانا. اهو هتبقى ايدينا في الكسرولة كده على طول عشان خاطر ما يكلكعش، ويبقى معانا البشاميل كريمي زي ما انتم شايفين اهو. بصوا عامل ازاي كده بقى، حلو قوي قوي قوي. طيب رحنا على البوتاجاز ومعايا هنا طاسه، وحاطه فيها قطعه من التوم دوت انا مطلعاه من الفريزر، فانا بحاول ان انا افككه كده في الزيت قبل ما انزل بالخضار بتاعي. تمام كده، هديله تقلبتين كده وبعدين ابتدي انزل بالخضار بتاعي. اول حاجه هننزل بيها هي الجزر، وبعدين هننزل بالبسله اهو، وبعدين هننزل بالفاصوليا الخضراء. ولو حابه تحطي اي اضافات تانية من الخضار اللي عندك، اي خضار بقى حطيه، اي نوع خضار عايزه تحطيه ممكن تحطيه. هنبتدي بقى نقلب بقى ايه البسله مع الفاصوليا مع الجزر مع فصين الثوم كده، ونشوحهم تشويحه كويس جدا لحد ايه ما ياخدوا 3/4 سوا كده. هننزل بالتوابل بتاعتنا. اول حاجه طبعا احنا بنحطها الملح، هنحط فلفل اسمر، هنحط كمون، هنحط كزبره، ونبتدي بقى ايه نقلب التوابل دي كلها مع الخضار بتاعنا، ونفضل بقى نشوح فيه كده لحد لما يستوي معانا 3/4 سوا كده اهو. والميه اللي موجوده في الطاسه دي تنشف خالص، يعني عارفين زي كأنك بتعملي كده التورلي بالظبط كده. بس صلوا بقى على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وحطوا لايك، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك في القناه. بصوا بقى كده قرب يستوي معايا كده بقى، حلو قوي قوي قوي. يلا بينا بقى ايه نروح على الرخامه بتاعتنا ونشوف هنعمل المكرونه اللي بالبشاميل اللي بالخضار دي هنعملها ازاي. اول حاجه زي ما انتم شايفين معايا هنا الصينيه بتاعتي، ابتديت انزل بالخضار في قلب الصينيه، وبعدين هننزل بالمكرونه بتاعتنا. المكرونه دي طبعا انا سلقاها، ونقلب بقى المكرونه دي كلها مع الخضار ده كله اهو بالشكل دوت. نتوه بقى المكرونه مع الخضار كله كده يبقى داخل في قلب بعضه اهو. وطبعا احنا هنا عاملين البشاميل بتاعنا، هناخد بقى شوية من البشاميل ونبتدي ننزل بيه على الخلطة بتاعتنا دي عشان خاطر لما نيجي نطلع قطعة البشاميل تبقى كلها ماسكة في بعضها كده. هنقلب بقى الخلطة شوية البشاميل اللي احنا نزلناهم دول على المكرونة وعلى الخضار اهو بالشكل دوت.
عايزة أقول لكم إن صينية المكرونة دي على فكرة خفيفة جدًا وطعمها حلو ومش دسمة و وصحية ومغذية، وغير كده وكده ممكن تعمليها مش وجبة للغدا، ممكن للعشا، بتبقى حلوة أوي، أوي وخفيفة. طيب هنبتدي ننزل بقى إيه ببقية البشاميل على وش الصينية أهو زي ما أنتم شايفين بالشكل دوّة، أهو. هننزّل بقى بقية البشاميل اللي في الكاسرولة معانا أهو، بس كده، حلو أوي، أوي، أوي. هنبتدي بقى إيه، نجيب شوية من الجبنة الموتزاريلا، طبعًا الجبنة الموتزاريلا دي اختياري لو متواجدة عندِك تحطيها، مش متواجدة عندِك ما فيش مشكلة، دي حاجة اختياري. هندّيها بقى رشّة كده من الجبنة الموتزاريلا على الوش عشان خاطر بقى إيه، تبقى معانا حلوة كده. أهو عايزة أقول لكم اللهم صل على النبي. عايزة أقول لكم إن الجبنة الموتزاريلا اللي أنا حاطاها دي لسه مطلعاها من الفريزر، يعني أنا بصراحة ما كنتش هاحط، أنا كنت ناسية أصلًا إن أنا عندي جبنة موتزاريلا، ف فالمهم وأنا بافتح الفريزر كده لقيتها، فيا دوبك كنت لسه مطلعاها من الفريزر، فكنت باحاول إن أنا أفككها عشان أحطها على وش الصينية، وزي ما أنتم شايفين أهو حطيتها على وش الصينية، هابتدي بقى أدخّلها في الفرن لحد لمّا تستوي، وبعدين لمّا تستوي وأطلعها من الفرن هابقى أوريها لكم. وأدي الصينية بعد ما طلعناها من الفرن، شايفين عاملة إزاي؟ تحفة، تحفة، تحفة. عايزة أقول لكم كانت طعمها حلو أوي، عايزة أقول لكم كمان أنا أول مرّة أجرّب الوصفة دي، فحبيت إن أنا أعملها وصوّرتها، وقُلت لو طعمها هيطلع مش حلو أنا مش هانزّل الفيديو دوّة، بس بصراحة ربنا أنا أمّا أكلتها لقيتها إنها خفيفة وطعمها حلو وعجبني أنا شخصيًا وعجب ولادي وقالوا لي: "يا ماما طعمها حلو أوي." وعايزة أقول لكم كمان أنا ما كنتش عاملاها وجبة غدا خالص، أنا كنت عاملاها يعني في العشا، لإنها خفيفة يعني مش تقيلة. بس، فأنتِ لو حابة تعمليها جنب أي أصناف تانية، حابة تعمليها كوجبة عشا، مثلًا يوم مش عايزة تعملي أكل أو مشغولة أو كده، ممكن تعملي الأكلة ديّة، هي حلوة سهلة وبسيطة واقتصادية ومغذية وفيها كل الخضروات، وبس الموضوع سهل وبسيط جدًا، جدًا. بُصّوا لمّا قطّعت المكرونة عاملة إزاي، تحفة، طعمها وريحتها حلوة أوي، أوي، أوي. طبعًا أنتِ لو هتقطّعيها هتسيبيها لمّا تبرد شوية، فلمّا هتقطّعيها هتطلع معاكِ كلّها خرطة واحدة، غير وهي سخنة كده هتلاقيها إن هي لسه مفكّكة من بعضها، مجرّد ما هي تبرد خالص هتطلع معاكِ الخرطة بخرطتها، يعني قطعة واحدة. شايفين مدخّنة إزاي؟ تحفة، حاجة كده فاخر من الآخر. بُصّوا باقول لكم سخنة أهي، يعني الصينية كانت مولّعة أهو، ولا لزقت في الصينية ولا حصل لها أي حاجة. بكده بقى نكون خلّصنا الفيديو بتاع النهارده. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم. ما تنسوناش بقى بدعواتكم الحلوة، وما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، ولو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس وتعمليه على الكل عشان يوصلك مننا كل جديد. أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.